كيبدا الفيلم بواحد البنت اللي كتهضر على عيد الحب وكذلك كتامن بالحب وبالمشاعر، عكس البنت الاخر اللي ما كتامنش بالحب وما كتامنش بالمشاعر. ولكن في هذا الفيلم غادي يوقع عليها واحد القصه اللي غادا توقع في الحب ولكن بواحد الطريقه غريبه. داكشي علاش كمل الملخص باش تستافد وتتمتع بالفرجه. هنا فين غادي تنوض وغتقول لها هادشي كامل اللي قلتي ما كاين، والحب اصلا ما كاينش، وحتى المشاعر ما كاينين، وهادشي اللي غادي يخليها تقول لهم القصه ديالها اولا حتى التطبيق اللي دايراه. وقالت لهم ان الحب الحقيقي هو كيعتمد على طرفين خاصهم يكونوا مفاهمين، وهادشي ما عنده حتى شي دخل ديال المشاعر. وهاد جوج حوايج صعب بزاف باش يوقعوا بين جوج ديال الناس. والدليل على هادشي كامل هو ان الطلاق ارتفع واحد النسبه كبيره مؤخرا، وكتستغل الفرصه وكتبارطاجي معاهم التطبيق اللي دار. هاد التطبيق هو انه كيقلب على التوافق بين الجنسين بناء على المعلومات ديال كل واحد فيهم اشنو باغي وعلاش كيقلب. وبان لينا بانها مهتمه بزاف بالتكنولوجيا، وبقات كتكلم على الحب وعلى التطبيق، وقالت لهم خاصكم تستثمروا في هذا التطبيق هذا. ملي سالوا المحاضره خرجت هي والصديقه ديالي كيهضروا، ولكن واحد شويه غادي تبان لينا الدريه اللي كانت داوي الاولى، وغادي تقول ليها راه كيستفزيتيني وهادشي كامل درتيه بالعاني، بقاش انت اصلا حتى شي واحد ما باغي يتصاحب معاك وما عندك حتى شي مشاعر وحتى شي احاسيس ديال الحب، وهما داوين غادي تجي فيها كره للراس. غادي يضربها واحد الدري وجا عندها قال لها ياك ما وقع لك شي حاجه واش نقدر نديك للسبيطار؟ قالت ليه لا بلاش غير سمح لي. ورجعت عند صاحبتها قالت لها واش ما عرفتيش شكون هو هذاك؟ راه افضل لاعب ديال الكره واي دريه كتمنى تتصاحب معاه. وهي تقول لها مستحيل نتصاحب معاه او اللي يكون اعجاب بينه وبينه، اصلا التوافق بيناتنا ما كاينش. وفي الحصه الثانيه نفس المحاضره واحد الشخص غادي يبدا هادر، وحتى هو قال نفس الهضره اللي قال زيوي انه ما كيامنش بالحب وبالمشاعر. هنا اللي غادي يخلي زيوي تزعط فيه وتعجب به. وملي سالوا المحاضره تبعاتو باش تهضر معاه، ولكن هو كان زربان ومشى. واحد النهار كانت في المكتبه حتى بان ليها الدري اللي كان ضربها بكره كان كيقلب على شي كتاب، هو يمشي يسولها. ملي سولها وراتو الكتاب بغى يخلصو، هو ينسى عندها لاكارد كيشي، تبعاتو كتجري باش ترجعها ليه. واحد اللقطه يلاه شافته وهي تعيط عليه، ملي عيطت عليه دار عندها باش يشوفها ولكن ضرباتو طوموبيل. هو فقد الوعي. زيوي بدات كتعطيه الاسعافات الاوليه عبر التنفس الفموي، وهو يفيق. ملي فاق حتى كيتعامل معاها كانها حبيبه ديالو، وهي تجي لومبيلونس بغات تديه وهو يقول لها يلاه معايا، حتى شي واحد ما غادي يكون معايا في المستشفى. ما صابتش كدير وهي توافق وهي تمشي معاه. ملي مشات معاه جاو الوالدين ديالو بداو كيسولوا فيه واش لاباس واش كلشي مزيان، ولكن الدكتور قال لها بان ولدك فقد الذاكره ديالو. هو يقول ليه باه راه عنده واحد الرحله ديال التزلج واش يقدر يمشي ليها؟ الطبيب قال ليه بالعكس خاصو يمشي ليها، هادشي غادي يحسن من الذاكره ديالو وغادي ترجع ليه. اب ديالو قال لزيوي واش تمشي معنا، ولكن هي رفضات، قالت ليه لا ما فياش اللي يمشي. وهي تعيط للصديقه ديالها راه مايك كيتعامل معايا كانني الصديقه ديالو. صاحبتها قالت ليه راه بصح مايك بصح عنده الحبيبه ديالو اللي سميتها هي زيوي، وراها كتشبه لك بزاف، هادشي اللي كيخليه يعتقد بانك هي الحبيبه ديالو. وقالت ليه حتى هي راه قائده ديال كره القدم، وهي تصيفط لها التصويره ديالها كاين بزاف ديال الشبه بيناتهم. هنا فين غتبان لينا الصديقه ديالو اللي كانت مسافره مع العائله ديالها وكانت كتهضر معاهم، قالت لهم راني كنعيط المايك ما كيجاوبنيش، عندك يكون مع شي بنت اخرى، وهادشي كامل واقع بسببكم نتوما اللي جيتوني معاكم لهاد الرحله، بغيتكم دابا تنوضوا تمشيو. نرجعوا للمنزل ديال مايك، مشات معاهم زيوي ويلاه كانت باغا تقول لهم الحقيقه، وهو يبان ليها الود اللي كانت تزعطات فيه في المحاضره، وهي تغير الراي ديالها ويتكتشف بان الود اللي تزعطات فيه انه ابن العم ديال مايك. هادشي هو اللي خلاها تبقى معاهم في الدار باش تقرب من الولد اللي تعجبات به. حقاش مايلز غادي يبقى معاهم اسبوع، وصدقات موافقه على الرحله ديال التزلج باش تبقى مع مايلز، وهادشي اللي كان. ولكن في الاخر عرفوا بانها ما كتعرف تتزلج وبقات كتقضي وقت ممتع مع مايلز. وفي الليل رجعوا للدار، ملي كانوا كيتعشاو ويلزو كانت مركزه مع مايلز حقاش معجبه به بزاف. هو يجي عندها مايك قال لها واش نقدروا نتفرجوا انا وياك شي فيلم رومانسي؟ هي قالت لي انا ما عنديش مع الافلام الرومانسيه. بقى هو كيقنع فيها، هو ينقز مايلز قال لها حتى انا ما عنديش مع الافلام الرومانسيه، وهادشي هو اللي خلاها تزيد تعجب به. هو يتبان الام ديالو قالت لي واش في اخبارك بان الطبيب قال لك ما خاصكش تعرض لاشعه الهاتف والكمبيوتر وكذلك حتى التلفاز. هنا فين قرروا يلعبوا واحد اللعبه، وهاد اللعبه هذه خلات ويلز ومايلز يتقربوا بزاف ويعرفوا راسهم، عندهم بزاف ديال التطابق في الشخصيه وحتى في الافكار. ومن بعد اللعبه مشاو لحوض السباحه، غير مايلز ويلزو بقاو هادرين وقربوا لبعضياتهم بزاف، حتى وقعت بيناتهم واحد العلاقه جنسيه. اما صاحبتها كانت في الدار وطلبات الماكله من عند المطعم ويجيبوا ليها صاحب التوصيل، ومني جا صاحب التوصيل تزعطات فيه. مني تزعطات فيه ما قدراش تواجهه وهي تدخل دار. من يعاود تدخل دار هزات تليفونها وهي تعاود توصل للمطعم، قالت لهم راني بغيت ماكله اخرى ولكن يجيبها ليا صاحب التوصيل اللي جابها ليا دابا. وفاش رجع صاحب التوصيل عندها جاتو للصراحه بانها معجبه به وقضاو الليله بجوجهم. اما ويلزو في الصباح فاش تلاقات مع مايلز حصلاتو كيهضر مع الحبيبه ديالو، وهي تقول ليه منين انت عندك حبيبه علاش داكشي وقع بيناتنا البارح. هنا فين قال ليها انا ما كنامنش بداكشي ديال البارح، هذيك غير واحد اللحظه ممتعه دوزناها، اما انا ما باغيش تكوني الحبيبه ديالي. من سمعات هادشي رجعات للمايك، بقاو كيلعبوا الشطرنج وعلماتو الشطرنج وبقاو كيقضيو واحد الوقت ممتع، وخرجوا كيديروا التزلج. واحد الوقيته هو يضربوا بواحد كره الثلج ولكن كانت دقه خطيره، هو يجي كيتفقدها وعطاها بزاف الاهتمام. هادشي اللي خلى
خلاها تبدل النظره على مايك. ومن رجعت للدار اتصلت بالصديقه ديالها وقالت لها راني غيرت الراي ديالي تجاه مايك، واكتشفت بان مايك انسان جيد، وهذا الشيء هو اللي خلاني نبدا نحس بالمشاعر تجاه ديالو. وقالت لها واقيلا راني غادي نقول ليه الحقيقه، انا ماشي هي الحبيبه ديالو. ولكن صاحبتها قالت لها لا، قبل ما تقولي ليه هذا الشيء يقدر يكون خطير على الاصابه ديالو في الذاكره. ومن رجعت عند مايك زوي شكراته بزاف، ولكن مايك صدم بالهضره اللي كتقول، حقاش ما عمرها ما عاملاته او لا هضرت معاه بهذه الطريقه. ولكن الغد غادي تجي الحبيبه ديال مايك وغادي تقول ليه انت خائن. هادشي اللي خلى زوي ما فاهمه والو، ونقزات زوي قالت الحقيقه كامله، قالت لي انا ماشي الحبيبه ديالك، انا غير الصديقه ديالك في الجامعه، اما هذه فهي الحبيبه ديالك الحقيقيه. هنا فين تصدم مايك. زوي ترجع عند الصديقه ديالها بدات كتعاتب فيها، قالت لها انك انت هي السبب ديال هذا الشيء كامل، حقاش انت اللي قلتي لي ما تقوليش ليه الحقيقه، وانا فاش ما قلتش ليه الحقيقه شوفي وصلت الحاله ديالنا. صاحبتها بقى فيها الحال وهي تمشي بحالها. الغد ملي كانت قاريه زوي القسم كامل كيقول لها بانك انت مخادعه، والتطبيق ديالك حتى هو مخادع بحالك، وهادشي كامل درتيه غير باش تربحي الفلوس من التطبيق. هادشي اللي خلاها تخرج من المحاضره وترجع للدار وتحذف التطبيق بصفه نهائيه. وكذلك قررت بانها ما تبقاش تمشي للجامعه وتسافر عند الام ديالها. وملي مشات عند الام ديالها عاودت لها القصه كامله، وقالت لها الام ديالها رجعي عند مايك وعاودي ليه القصه كامله، وكذلك قولي ليه بانك كتحبيه. وهي ترجع للمنزل ديالها، واول حاجه دارت اعتذرت للصديقه ديالها، ولكن قالت لصاحبتها انا ما عنديش الشجاعه باش نواجه مايك ونقول ليه كنبغيه. والغد في الجامعه زوي تلاقات مع الفتاه اللي كانت كتهضر في الاول على الحب، وطلبوا منها تصمم لهم واحد التطبيق على حساب واحد الحفل، وكذلك متعاطفين معاها على داك الشيء كامل اللي وقع ليها في الجامعه. هادشي هو اللي خلى زوي تعمر راسها بصناعه الموقع وتخرج من الوحده والعزله اللي كانت عايشه فيها. بقات كتصيب فيه حتى نهار الحفل جاو عندها ولقاوها ناعسه وعرفوها بانها ما غاديش تكون في الحفله، ولكن قالت لهم انا غادي نتفرج في الحفله غير في التليفون. وهم يقولوا لها واش ما باغاش تمشي للحفله غير باش ما تلاقاش مع مايك. مشاو وخلوها، ولكن الصديقه ديالها فاش كانت في الحفله صورات الحبيبه ديال مايك مع شخص اخر، وهي تجي توريها لزوي. قالت لها ان الصديقه ديال مايك راها كتخونو مع شخص اخر، وقالت لها هذا الشيء هو اللي كيخليني نعرف بان مايك ما بقاش مصاحب مع الصديقه ديالو، ودابا تقدر تمشي عنده وتواجهيه بصراحه. هذا الشيء اللي دارت زوي، مشات تلاقات مع مايك وين فوا شافته وهي تعترف ليه بالحب ديالها، وقالت لي بان راني كذبت عليك كلشي، وهو يقول لي انا راني مسامحك. ولكن كاينه واحد القضيه اخرى، واش عرفتيني علاش تفارقت مع الصديقه ديالي؟ قالت لي لا ما عرفتش علاش، تفارقت معاها بسبب ديالك، بقاش انا باغيك انت تبقاي معايا ديما ماشي هي. هادشي هو اللي خلاهم يدخلوا في علاقه غراميه والفيلم ديالنا يسالي. ما تنساوش التعاليق ديالكم على احسن فيلم واحسن مسلسل تفرجتي فيه.